واحد الملف اللي هو يمكن يولي ملف كبير ديال النصب والاحتيال، واللي جاتني بخصوصه واحد المجموعة ديال المراسلات وديال الاتصالات له علاقة بواحد المجموعة ديال الناس اللي شراو واحد المجموعة ديال الشقق في واحد المجموعة ديال الفضاءات، وكانوا كيتمناو أنه يعيشوا السعادة لما اقتناو هذيك الشقق في هذيك الفضاءات. ولكن من بعد مرور 4 سنين وهما الآن طالعين في السنة الخامسة، باقي الشقق ديالهم ما تحفظاتش، باقي ما خداوش الشواهد الملكية، لأنه هذيك الشركة اللي شراو منها لما مشاو لهذيك الفضاءات وكانوا كيتمناو السعادة وشراو منها الشقق ديالهم، باقا ما كملاتش لي كريدي اللي خدات من عند لي بونك باش يمكن يكون رفع اليد وباش يمكن تحفظ الشقق ديالهم وياخدوا شواهد الملكية. لحد الآن باقيين كيتمحنوا وكيتعذبوا وشاكين، كيقولوا راه يمكن هذا البنك غدا ولا بعدو تجي تحجز على هاد الشقق وتبيعهم على اعتبار أن الشقق مرهونة ليلها، هذوك الإقامات كلهم مرهونين باش هذيك الشركة خدات الكريدي باش بناتهم. وهنا كيتطرح واحد السؤال كبير وخطير واللي فيه خرق واضح للقانون، ولكن مع ذلك كيدوز مر الكرام مرأى ومسمع كل الجهات، وهو كالتالي. دابا انت بغيتي تشري دار محفظة، كتمشي كتشري عن طريق النوطير او العدول، حنا غنبقاو عند النوطير، كتمشي عند الموثق. هذا الموثق شنو كيدير؟ كيقبض من عندك انت الفلوس اللي غادي تشري بهم هذيك الشقة، وكيقبض كل المعلومات المرتبطة بتلك الشقة، وكيصفي الديون اللي فيها، لا فيها شي ديون، شي ضرائب، مشاكل، الضوء، الماء، ما يبقى فيها حتى مشكل، حتى كيصفيها، وكيجيب شهادة الملكية في سميتك، كيعطيك انت الشهادة الملكية، وكيدوز الفلوس لمواليهم اللي باعوا هذيك الشقة. يعني هذه هي العملية الصحيحة، مع تفاصيل أخرى ما ندخلش فيها. دابا ملي كتشري من عند هاد الشركات، وخصوصا هادو اللي كانوا كيبيعوا الديور ديال 25 مليون، السكن الاقتصادي، كتمشي كتشري، كتعطي لافونس، ملي كتكمل الشقة كيقول لك اودي دابا خصك تجيب لنا الشيك تفيرسيه الحساب ديال الشركة، ماشي غتمشي دير الخلاص للنوطير بحال هاد العملية ويبقاو عنده الفلوس حتى تكون الشقة محفظة ويعطيك شهادة الملكية ويدوز للشركة فلوسها. لا، كتدوز مباشرة الشيك، إما المبلغ كامل إلا كنتي كتخلص كونطون، أو الدفعة اللي غادي تدفع مباشرة للشركة. كنتي واخد كريدي، عاود الملف كله كتقادو باسم الشركة، والشركة كتاخد فلوسها، وكتاخد انت واحد الملف عاد كتديه للنوطير، هذاك النوطير اللي متعاقدة مع هذيك الشركة على اعتبار هو غادي يكمل لك إجراءات التحفيظ. وهذا الشيء اللي وقع لهاد الناس اللي شراو في واحد الفضاءات، وخصوصا في مارتيل، وكانوا كيتمناو يعيشوا السعادة هناك. وفي نهاية المطاف من بعد ما داو الملفات ديالهم لهذاك النوطير، بقاو تسناو شوية، ها الملف غيتحال، ها الديور غيتحفظوا. اليوم دخلوا في العام الخامس وباقي ديورهم اللي شراو ما تحفظوش، والخلاص كمل بالنسبة اللي خلصوا كونطون، اللي خداو كريدي قصير راه كمل، والاخرين اللي باقي الكريدي راه باقي. والملاحظة أنه أغلبية الملفات اللي تحلات، حيت بعض الملفات تحلات ما كيرشوا عليهم شوية بشوية، هما الناس اللي خداو بالكريدي، والناس اللي خداو كونطون أو الدفعات ديالهم كانت عالية باقين حاصلين، ومعاهم شي وحدين أيضا واخدين بالقرض. فهاد الملف واش ملف ديال النصب والاحتيال كبير؟ واش هذيك الشركة ما رجعتش الفلوس لابونك، أو خداتهم ومشات استثمرات في جهة أخرى وخلات الناس حاصلين؟ واش سدات هذيك الشركة كاع ما بقات شيء؟ هذا الملف غادي يتابعوا البرنامج بتفصيل، وإلا استدعى الأمر يجري فيه تحقيق، ويمكن يكون ملف آخر كبير ديال النصب والاحتيال في المجال ديال العقار.